مساء الفل عليكم. هدينا خلصنا كل طاقتنا وانفعالاتنا وخرجنا كل اللي جوانا. يمكن تكون شايف ان خلاص مفيش فايدة، يمكن تحس ان عودة الزمالك لسابق عهده اصبحت معادلة صعبة. والحقيقة وعشان اكون واقعية، انت كلامك صح ونظرتك للموقف مش بعيدة خالص عن الواقع. لكن هنعمل ايه؟ ده قدرنا والزمالك بالنسبة لنا هو حياتنا. لا انا ولا انت ولا اي زملكاوي في الدنيا ممكن في يوم يقدر يبطل يتابع الزمالك ويشجعه ويفضل وراه وفي ظهره. ده فيما يخصنا ويخص توجهاتنا ومستقبلنا احنا واخواتنا وولادنا. اما فيما يخص لقاء القمة فخليني اقولك ان فريرة يتحمل الهزيمة والمسؤولية كاملة مكتملة. اصلا انا يعني لما اجي اقولك ان فلان بيتربص لك وناوي يأذيك وانت تقف مكتوف الايادي ومستني لما الشخص اللي انا بحذرك منه ده يجي ويديك على وشك، تبقى انا اسفة يعني غبي. انت تقدمت بهدف والأول مرة من سنة 48 التحكيم ينصفك بالشكل المميز ده ويطبق القانون بحذافيره. انت عارف يعني ايه حكم يعيد ضربة جزاء ليك ضاعت لمجرد ان في لاعب من لاعبي الخصم دخل ال 18 اثناء تنفيذ اللعبة؟ يا معلم ده التحكيم من كتر ما القصة دي ما بتحصلش، انا وانت بعد ضربة الجزاء ما ضاعت استغربنا ان الفار بيراجعها. فلما ينصفك التحكيم وتتقدم بهدف في الكلاسيكو وفي مباراة هي الأهم في الموسم وتتراجع، ده شيء وارد. لكن لما تلاقي نفسك من نص الشوط الأول وفريقك محطوط في ال18 والخصم نازل فيه ضرب ونص الملعب عندك مش شايف ومش عارف تعمل نقلتين على بعض وتقف تتفرج ومتخيل انك هتقدر تدافع لمدة شوط ونص، تبقى مدرب فاشل. لما عقلك يهيألك انك هتقدر تقف قصاد 40-50 هجمة على مرماك وحتى ما تنفذش المرتدة بشكل يخوف خصمك ويخليه يهدى عليك في الهجمات واندفاعات لعبته، تبقى مدرب فاشل وجاي تهرج. لما تلاقي نص ملعبك رايح في داهية وما تنشطش نص ملعبك او تعمل تغييرة تحسس لعيبتك بيها ان في جديد وان الضغط الشرس على مرماهم هينتهي واننا هنبدأ نوصل ونبقى ند وننقل ونحافظ على الكورة، تبقى مدرب فاشل. لما تهيأ للاعيبتك انك فاضي وما عندكش شيء تقدمه يخف الضغط عليهم في الملعب في وقت فيه الخصم نازل فيهم ضرب، تبقى مدرب فاشل. لما تلاقي فيه طوفان هجمات على مرماك وما تعملش تركة في الملعب تهدد بيها خصمك وتقوله بشكل غير مباشر لو هتهاجم بشراسة انا هصطادك وهجيب التاني واخلص عليك، تبقى مدرب فاشل. لما تدفع بناصر منسي اللي انت بتدربه وبتشوفه كل يوم في التدريبات وعارف انه بدنيا مش موجود وطالع له كرش ومش قادر يجري وتفضله على عمرو ناصر اللي نزل 10 دقايق كان هيسجل فيهم جونين، تبقى مدرب فاشل وتستحق الإقالة. يا راجل ده جوميز في مرة بدأ بزياد كمال وسحبه بعد تلت ساعة لما لقى نص الملعب بيتاخد منه. انت دفعت بناصر منسي وغلطت ولقيته لا هو في الطويلة بيفتح سبرنتات ولا بيهدد خط ظهر الاهلي في الاشتراكات، ولا هو محطة ولا ليه لازمة، ما سحبتوش بعد نزوله ليه؟ ده انا عندي كنت تسحبه وتنزل لاعب زيادة في نص الملعب احسن من وجوده وهو ما بيقدمش اي شيء. احنا يا عم انت كان عندنا مدير فني اسمه جوزيه جوميز وكان بيمتلك سكواد افضل ما فيه علي علوكة واشرف كوخة، وكان بيخلي كولر يقف يلطم على الخط وحلم عمر لعبته تقطع بس الكورة وتبدأ هجمة. احنا ايام جوميز حقيقي كان عندنا مدير فني كان عنده القدرة يقنع لعبته انها تقاتل على الفوز في اي لقاء كان بيقنع نفسه انه عنده سكواد وكان بيقنع لعبته ان هم الافضل من المنافسين. كان عنده القدرة يقنع ناصر منسي انه كريم بنزيما، كان عنده القدرة يقنع الجزيري انه سواريز، يا راجل ده اقنع مصطفى شلبي انه وينج ليفت. حقيقي انا ما شفتش ولا هشوف مدير فني يبقى الماتش في قبضة ايده ويضيعه بالسذاجة دي الا اذا كان مش مصدق انه متفوق وكسبان ويقدر يسجل التاني. انت ضيعت من ايدك فرصة اعتقد مش هتجيلك تاني على الاقل في الموسم الحالي. وبعدين يا عم انت مش كلنا شفناك وانت بتطلب من بيزيرا ياخد الانذار الثالث عشان يغيب عن ماتش الجونة؟ طب ده معناه انك محتاجه جدا في ماتش الاهلي ومحضر للاهلي مفاجأة هتفاجئ بيها الاهلي اثناء اللقاء. فين بقى الخطة دي اللي مبنية على تواجد بيزيرا في القمة؟ قلبي وجعني بصراحة من الكلام عن المباراة وعن الشغل الخزعبلي اللي بيقدمه فريرة.
وبجد مش حابة أتطرق لأي كلام عن أي فنيات في اللقاء، لأن أي فنيات هدور عليها هلاقي لاعبي الأهلي هي اللي كانت بتنفذها، وإحنا حرفيا ما جيناش من بعد ما سجلنا. بصراحة أنا ما شفتش حد ساعد الأهلي السنة دي قد فريرة. الأهلي يتعادل ويفقد نقطتين ألاقيك بتديله قبلة الحياة وبتتعطل الماتش اللي بعده. الأهلي يتهزم من بيراميدز ألاقيك بتخسر من وادي دجلة. وأخيرا الأهلي بينزل لقاء القمة في أسوأ حالاته ألاقيك بترجعه للقاء وبتتراجع وبتديله الماتش مش بتديله نقطة. أما بقى فيما يخص مجلس إدارة الزمالك فحب أقول لكل أعضائه ورئيسه: انتوا فاشلين، انتوا فاشلين يا جماعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أنا كنت متخيلة إن بعد انتهاء المباراة مباشرة هسمع خبر إقالة فيريرا قبل ما يخلص المؤتمر الصحفي. انتوا حقيقي ضربتوا مثل أعلى في الفشل. يعني لو في يوم كده حبينا نضرب مثل لعيالنا عن الفشل الإداري هنضرب مثل بيكم. انتوا لا عرفتوا تحلوا مشاكل مادية ولا عرفتوا تجيبوا صفقات مدوية ولا حتى التجربة اللي الجماهير اتشعلقت فيها وكلها كانت معاها سايبينها تنجح. لا ده انتوا بتعملوا كل اللي تقدروا عليه عشان تثبتوا فشلها. ضيعتوا أرض أكتوبر، ضيعتوا أمال وأحلام الجماهير، ضيعتونا وضيعتوا كل شيء. انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ لا بجد قاعدين بتعملوا ايه؟ انتوا لا سددتوا مستحقات اللاعبين ولا بتدفعوا مرتبات العاملين، وكل امالكم واحلامكم واحلام جماهيركم متعلقه بارض اكتوبر اللي انتوا ضيعتوها واضعف من انكم تحاربوا عشان ترجعوها. طب افرض يعني كده ان ارض اكتوبر دي ما كانتش موجوده، كان المفروض نعمل ايه؟ نقفل النادي ونقول للجماهير البقاء لله في الزمالك؟ انا بطالب جون ادوارد يطلع يفضح الناس دي ويقول للجماهير كل شيء بيحصل جوه النادي. انا بطالب جون ادوارد يخرج ويقول على كم الوعود اللي اتخلفت واتلحست بحجة سحب ارض اكتوبر. الناس دي ناس جاية تجرب فينا التجربة الادارية. الناس دي فاضية، لا عندها افكار ولا عندها اللي تقدمه، وكل فرد فيهم مش عايز يتعاون مع التاني ولا حابب يخدم النادي. اتمنى ان جون ادوارد يخرج ويتكلم، يا كده يا هيشيلوه هو الليله كامله مكتمله قصاد الراي العام الزملكاوي وهيطلعوا نفسهم كالعاده ملايكه بجناحات، وهيمشي ادوارد وهيرجع لنا سياده اللواء اللي كل يوم يطلع يفضحنا مع مهيب، وكلنا عارفين وقتها هيحصل ايه. انا ما شفتش في الدنيا ناس عايزه ناس تعمل شغلها وتطلع هي بعدها تاخد السكسي وتنسب الفضل ليها. قولا واحدا يا عم جون ادوارد، لان ايام العسل بينك وبين الجماهير قربت تنتهي. يا اما تنشف على مجلس الاداره وتطالب بفلوس اللعيبه وتستنضف مدير فني قوي صاحب سي في قوي ويكون برتغالي وتجيب 3 صفقات سوبر في يناير، يا اما تاخد شنطتك وترحل، لان باستمرارك هتكون شماعه هيعلق عليها المجلس فشله. واحنا صراحه كده في الفتره اللي جايه مش هنرحم حد. أحد الشخصيات العجيبة المتناقضة الحقيقة بتتنمر على لاعب طوله 165 سنتي في حين إن هو نفسه طوله 171 سنتي. فهل ال6 سنتي اللي ما بينهم دول خلوه تخيل إنه أحد ناطحات السحاب مثلا؟ شخص بيسجد لله والمفروض إنه عارف ربنا، وتلاقيه مرة يسيب الدين على الملأ ويضرب زميله بالقلم، ومرة تانية يتنمر على خلق ربنا. فهل اللي في جبهته دي علامة صلاة ولا تكونش وحمة ولا هو عملها بالكحل لزوم الشيء؟ أنا ما شفتش في حياتي لاعب نازل بديل بيدعي المولى عز وجل يوفقه وينزل يكون له بصمة، ولما ربنا يوفقه يتنمر على خلق الله عشان يكون حراق ومشطشط. انت مريض يا ابني ومحتاج بجد تتعالج. اقولك اخساره دكتور علاء مات، كنت حجزتلك عنده. عمري ما كنت ضد الروح الرياضية ولا عمري هكون في يوم ضد ان المهزوم يعني الفايز والفايز يقول هارد لك للمهزوم، لكني ضد انك تهني فريق بفوزه عليك في مباراة انت متأكد انك لو كنت انت اللي فزت فيها كان مستحيل ممكن لعيبته تهنيك بالفوز. انا مش فاهمة هو حسام عبد المجيد مستوعب ان هزيمة الزمالك بمثابة ضربة قاضية في مسيرته في الدوري السنة دي؟ هل حسام عبد المجيد مش عارف ان احد اللاعبين في فريقه تعرض للتنمر؟ هل حسام عبد المجيد ما يعرفش ان عدم تجديده لحد دلوقتي عليه علامة استفهام كبيرة، وتهنئته اللاعب المنافس هتوصل للرأي العام افكار هو في غنى عنها؟ حسام مصر يحط حواليه علامات استفهام
والناس تشاور عليه وتقول حسام ماضي للأهلي. رسالة أخيرة لحسام عبد المجيد والمهدي سليمان وسيف جعفر وكل لاعب راح حن لاعبي الأهلي، والكل لاعب تخاذل وما كانش قد المسؤولية. شوبير يا جماعة بيوجه لكم رسالة، لكن الهزيمه من النادي الاهلي اكيد ده الطبيعي. الكلام ده ليكوا والمجلس الإدارة. الكلام ده شوبير بيضحك بيه على جماهير المنافس عشان سقطته الأخيرة في قناة الأهلي، وانتوا اديتوا له أشياء النجاة. بس قول يا كابتن، هو جمال جبر نزل لك تهنئة ولا أصلا جبت ورا وبتدور على أي كلمتين دب طخ تقولهم؟ رسالة للمسؤولين، اكتفيتوا ولا لسه؟ لا بجد، اكتفيتوا هترجعوا أرض أكتوبر ولا لسه لما لعيبة تهرب ويفقد الزمالك 5 أو 6 بونت تاني؟ أخيرا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول بيتقاعس عشان يوقع الزمالك، وفي رجال الأعمال اللي عرفنا أسمائهم بسبب الزمالك، وفي مجلس إدارة الزمالك، وفي كل لاعب تخاذل واستفز الجمهور بتصرفات مستهترة. وشكرا وهارد لك لكل لاعب راجل كان نفسه يفرح الجمهور. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي محتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.